السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وانتم بألف صحة. النهاردة هنعمل كسكسي تونسي زي ما انتم شايفين. كل سنة وانتم طيبين. مفيش أحلى من الكسكسي الأحمر التونسي. تمام. وهنعمل معاه شوية بريك دياري. يعني ايه؟ يعني هنعمل كسكسي أحمر ومعاه لحمة ضاني أو شمبري زي ما انتم عايزين، بالحمص وبالخضار، ومعاها شوية بريك معمول في البيت. تمام. هنبدأ ازاي؟ معايا المكونات زي ما انتم شايفين سهلة جدا. قطع لحمة تكون فيها نسبة من الدهون، ما ينفعش تبقى حمرا خالص. لحمة ضاني، لحمة شمبري زي ما انتم عايزين. معايا بصل مقطعاه شرايح او جوليان، ومعايا كمان بطاطس وجزر مقطعاهم تخين زي ما انتم شايفين او سميك، علشان هياخدوا وقت على النار ما يتهروش مني ويفضلوا متماسكين. معايا شوية حمص، ده انا نقعاه بس ما سلقتوش. ممكن نجيب الحمص الجاهز بتاع العلب. معايا قرنين فلفل حامين عشان نحمرهم للتزيين في الاخر، ومعايا كركم، ملح وفلفل. ودي الصلصة اللي احنا كنا سبكناها لرمضان من تفريزات رمضان لو تفتكروا. اول حاجة هننزل البصل الجوليان اللي انا مقطعاه مع شوية زيت، يا ريت يكون زيت زيتون، لو مفيش بزيت نباتي، انا عاملة بزيت نباتي. تمام. وهنحط معاهم اللحمة ونشوح كل الكلام الجميل ده مع شوية طماطم والبهارات. مش هندي البصل لون ولا حاجة، يا دوب بس هنشوح تشويح على السريع. هنحط معاها اللحمة عشان هي بتاخد وقت، وقطع اللحمة زي ما انتم شايفين بتتقطع كبير علشان ده بيبقى طبق رئيسي، وقطع اللحمة فيه المفروض يبقى شكلها كده، ولو بالعظم برضو مفيش اي مشكلة. هنحط كمية الطماطم دي تقريبا كوباية طماطم مركزة، كوباية كبيرة. ولو الطماطم بتاعتك مش حمرا قوي تقدري تحطي معاها معلقتين 3 صلصة. نقلب بقى كل الكلام الحلو ده كده مع بعضه، ونحط عليه مية مغلية، ونحط كمان التوابل. الكركم، حاطه معلقة كبيرة كركم، معلقة كبيرة ملح، ونص معلقة كبيرة فلفل اسود. بس كده، مش هحط اكتر من كده. لو عايزة تحطي شطة او هريسة مفيش اي مشكلة، لو انتي بتحبيه حامي زيادة يعني. تقليبة بس كده، الحاجات مع بعضها تتقلب تقليبة كويسة، وبعدين ننزل بالمية المغلية. نحاول نخلي كمية المية ما تبقاش عالية قوي، لان احنا هنحط مصفى من فوق وفيها الكسكسي بتاعنا، فما ينفعش ان الكسكسي توصل له المية. فنحاول نخلي كمية المية مش عالية قوي. الحمص زي ما قلت لكم انا مش سلقاه، فانا هحطه في البداية خالص مع اللحمة، هياخد له ساعة، ساعة ونص على النار على ما يستوي. انما لو مسلوق هحطه مع بقية الخضار في الاخر. فخدي بالك، انا هنا مجهزه كسكسي. الكسكسي ده مستوي متبخر، واخد السوا بتاعه تماما للاخر. لو انت هتشتري الكسكسي المعلب اللي بيبقى مجفف، هتغلفيه بنص كوبايه زيت كويس جدا، وتفركيه بايدك عشان يتغلف بالزيت كويس جدا، زيت الزيتون. تمام. وحطي له كوبايه ميه واقلبها معاه، واحطهم على النار. لكن انا مش هعمل الخطوه دي لان الكسكسي بتاعي مستوي، فانا هجيب الكسكسي واخد هو الزيت بتاعه او السمنه، اي ماده دهنيه انت عايزاها، هحطه في المصفى بدون شاشه بدون اي حاجه، وهحط معاه عودين قرنفل او مسمار، وهحطه فوق الحله بتاعه اللحمه واغطيه كويس جدا، وهسيبه مده السوى اللي هي تقريبا ساعتين 3 حسب ما اللحمه بتاعتك هتاخد. انا هنا بعد ساعتين نزلت الخضار بتاعي، هياخد له نص ساعة كمان في السوا، وهقلب تقريبا كمان، وهرجع الكسكسي على النار واغطيه تاني. يعني غطا الحلة دي الكسكسي، بحط المصفى وعليها الكسكسي زي ما انتوا شايفين. لما عدت ساعتين ونص 3 وكانت اللحمة دايبة دوب، نزلت الكسكسي بتاعي في بولة، وهحط عليه الصوص اللي فيه اللحمة، المرق اللي نزل منها الصلصة بشوربة اللحمة المستوية دي بطعم الخضار اللي فيها حلوة جدا جدا. قلبت الصلصة بتاعتها على الكسكسي وقلبت عشان ياخد اللون الأحمر المتعارف عليه. اديته تقلبتين كويس جدا، وما تخافيش الكسكسي مش هيعجن، والسبب ان هو مش هيعجن ان انا غلفته بالزيت او السمنة، فهو هيشرب معايا زي ما يشرب ومش هيعجن. خلاص، بعد ما قلبته كويس وخد اللون الجميل التحفة اللي انتوا شايفينه ده، هحطه في الطبق السيرفيس بتاعه، وهبدأ ارص عليه الخضار واللحمة والحمص، وكمان هرص عليه قرن الفلفل الاخضر اللي انا وريته لكم في الاول، شوحته في شوية زيت وحطيته عليه. تمام. ويبقى كده الطبق الرئيسي بتاعنا خلص. الطبق التاني الجانبي اسمه البريك دياري. بريك دياري يعني بريك، عجينة بريك شبه السمبوسك بالظبط، بتتعمل في البيت بدقيق ومية وسميد. تمام. وبتتحشى وبتتقلى.
بصوا منظرها، انا عاملاها صغيرة وممكن تتعمل طبعا اكبر من كده، ما بتلزقش ببعضها، خفيفة جدا وطعمها كرانشي وتحفة جدا، والحشوات زي ما انتوا عايزين. انا هوريكم هنا حشوة، وفي يوم تاني ان شاء الله هوريكم حشوات تانية مختلفة باللحمة وبالرز وبالمكسرات وبالخضار وبكل حاجة. لكن المرة دي انا عاملاها بجبنة قريش عادي جدا، وحاطة معاها زعتر مجفف. بحط كمية مش كبيرة ومش قليلة، معلقة صغيرة مليانة في نص الدايرة، وبتني عليها ومش بقفلها بحاجة، هي بتبقى مفتوحة، لكن أول ما بتشوف النار، ما بتيجي عليها حرارة النار، الأحرف بتاعتها بتقفل لوحدها. تمام. اهو بصوا تنيتها على 2 والجبنة في النص، والمفروض ان الحواف بتاعتها تبقى فاضية ومقرمشة كده. هخلص كل الكمية اللي قدامي زي ما انتوا شايفين اهي، ادي المنظر في الاخر. وهنروح على النار في طاسة يكون الزيت فيها مش حامي قوي ومش بارد، عشان ما تتحمرش بسهولة، ومن قلبها يبقى لسه مش طازة، مش سوري مش مستوي. تمام. بعد ما بحط عجينة البريك كده في الزيت، بجيب بمعلقة كده الزيت واقلب عليها من فوق، عشان تاخد لون من فوق ومن تحت، والحواف بتاعتها تقفل زي ما انتوا شايفين. بالمعلقة كده بجيب من الزيت واحط عليها من فوق، واول ما احس ان هي بدأت تحمر اقلبها الناحية التانية زي ما انتوا شايفين. طعمها حلو جدا جدا، شبه السمبوسك بس احلى. خلاص اهي دي احمرت، هبدأ اطلعهم على منشفة او مناديل. وادي الفلفل اللي انا قلت لكم عليه، قطعته وحمرته في شوية زيت عشان ازين بيه الطبق. طبعا ده فلفل حامي، لو مش عايزين بلاش. وادي الطبق بتاعنا خلص، والوجبة كلها خلصت بألف هنا وشفا. ومعادنا بكرة مع بلد تانية وأكلة تانية، وإن شاء الله تكون عجبتكم، وألف هنا وشفا.